في شخص ما بيكونش عنده ثقة بنفسه كفاية، فهتلاقي إن الشخص ده حاسس وعارف من جواه كويس قوي إن إمكانياته أقل بكتير من الحاجة اللي هو عايزها، بس مش بيعترف بده قدام نفسه لأنه مش قادر يعترف إن ممكن يكون عنده نقص أو حاجة مش كاملة. فهتلاقي إن الشخص ده دايما بيعلق أخطائه أو بيعلق الحاجة اللي هو مش قادر يعملها على شماعة الناس والحقد والحسد. يعني مثلا لو واحد كل ما يتقدم في شغلانة يترفض من أول ما يروح الانترفيو ومفيش أي شغلانة بتكمله، ده بسبب ان هو ما ذاكرش كويس للانترفيو، ما استعدش، الشغلانه طالبه امكانيات اعلى كتير من امكانياته، طالبه خبرات مش عنده. هو بقى ما يبصش لكل ده ويقول لك لا والله اصل فلان كان عارف ان انا رايح اقدم فعشان كده بص لي فيها، او الانترفيور اللي كان قاعد بيعمل لي الانترفيو كان حاقد عليا ومش عايزني اشتغل معاه. تاني سبب وده عكس اللي فات تماما هو الشخص اللي عنده ثقه بالنفس زياده عن اللزوم، فمدي لنفسه حجم اكبر من حجمه. يعني مثلا لو هنتكلم على المثال اللي فات، الشخص ده لو راح اتقدم لانترفيو واترفض بيبقى شايف ان اللي قدامه رفضه علشان هو اعلى بكتير منه، علشان خايف يوظفه ويقبله فيروح يحط عليهم كلهم. هو شايف ان امكانياته اعلى بكتير من اي شغلانه ممكن ان هو يشتغلها. النوع ده عموما هتلاقيه بيتعامل في حياته ان الواد الجامد اللي ما حصلش، اللي ما حدش يقدر يرد عليه. فهتلاقيه سواء اللي قدامه راجل كبير صغير، في موقف يستاهل ما يستاهلش، دكتور جامعة، عيل، فراش، ايا كان، هو شغال ان يقصف جبهة الناس دي وبس. شايف ان مصدر قوته ان يحرج الناس ويضايقهم ويقل منهم، وان الناس دي طبيعي ان هي ما تردش عليه لان هم اساسا غلطانين وحاسدينه وحاقدين عليه، فهو بيسكتهم بان يديلهم فوق دماغهم.